السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل طبق كشري كده معتبر الكشري المصري بقى على اصوله، وتركات كمان هيطلع معاكم احلى من الجاهز بمراحل. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هننقع معانا العدس. هننقعه قبليها بساعتين 3 كده علشان يبقى جاهز معانا. بعد كده هنجيب بقى البصلايه بتاعتنا. كميه البصل اللي انتوا تحبوها طبعا هتقطعوها رفيع كده، وهترشوا عليها رشة ملح وشوية نشا، معلقة واحدة من النشا، وتقلبوها كويس. وتبدأوا بقى ايه في زيت كده حلو، نقليها ونحمرها كويس جدا. اللون الذهبي ده الجميل، وهتطلع معاكم قرمشة جدا. ليه احنا هنبدأ بالبصلة؟ عشان الزيت بتاع البصل هو اللي هنستعمله في الكشري كله. تمام. هنا بقى انا كنت حاطه ميه بتغلي على النار. هسلق بقى كميه من المكرونه. انا طبعا عامله كميات قليله لان احنا ايه يعني افراد قليله. تمام. هسلق بقى كميه من المكرونه. هي طبعا الكشري بياخد نوعين من المكرونه، الصغيره والاسباجيتي او اللي هي الشرايط دي بتبقى جميله جدا. بصوا هنا البصل طلع وخطير، كان مقرمش وجميل. المكرونه كمان طلعت. هاخد بقى معلقه كمان من الزيت وهقلبها بيها كده علشان تفضل مفلفله كده، وانا لغايه ما اجي اغرف الطبق بتاعنا. تمام. بعد كده بقى خدت بقى كميه من البصل الزيت بتاع البصل بتاعنا، ركناه على جنب. وفي نفس الطاسه كده خليت شويه زيت، هنزل بقى بشويه كمون وشويه كزبره ناشفه وشويه فلفل اسود ومعلقه من الثوم المهروس. تمام. هشوح بقى الثوم كويس جدا 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 علشان هنعمل الصلصه بتاعتنا. الصلصة هنا انا مش هحط لها خل، هنعتمد على الدقة. وكمان هحط فص ثوم مع الرز، فالصلصة مش هتبقى محتاجة خل خالص. تمام. حمرنا بقى كده الثوم بتاعنا وخد تشويحة حلوة. هنزل بقى بعصير الطماطم بتاعتنا. تمام. بصوا هنا بوريكم ان الثوم تمام. نزلنا بقى بعصير الطماطم وهنظبط ملحها وهنسيبها تتسبك براحتها. انا حاطه لها توابلها في الزيت مع التومه. تمام. مش هحط لها حاجه خالص غير ان انا اظبط بس الملح بتاعها. تمام. وهسيبها بقى، هغطيها واسيبها تتسبك براحتها خالص. ونيجي بقى حلة على النار، هنعمل الرز بتاعنا. كمية من الشعرية طبعا فيها شوية من الزيت بتاع البصلة برضو. هننزل كده بكمية من الشعرية بتاعتنا وهنحمرها كويس جدا، تاخد اللون الذهبي الفاتح ده. تمام. خدت بقى اللون الحلو الجولد ده. هننزل بقى بالعدس بتاعنا، هنشوحه برضو مع الشعرية شوية. تمام. هنا بقى هجيب فص الثوم. بصوا الثوم مع الرز بيخلي الكشري في حتة تانية خالص، بجد بيبقى خطير. حطينا هنا بقى كمية الرز بتاعتنا وهنشوحهم برضو كويس جدا. وهنحط مكعب من مرقة الخضار. تمام. ممكن تستغني عنها بس بتدي برضو الرز طعم حلو قوي. وهنظبط بقى ملحه وهنحط له شوية كمون علشان طبعا الرز بتاع الكشري بيحب الكمون. تمام. ظبطنا بقى ملحه والكمون والدنيا كلها. وهحط بقى مكعب من مرقة الخضار وهنظبط المية بتاعتنا. تمام. بس طبعا قبل ما اظبط المية هشوح بقى الرز كويس جدا مع الزيت والتوابل بتاعتنا علشان الرز بتاع الكشري ما يعجنش منك. شوحيه حلو جدا علشان يطلع مفلفل معاكي كده وزي الفل. تمام. هنحط بقى كمية المية اللي تناسب الرز بتاعتنا طبعا، يا دوبك تغطي الرز بسيط كده. بس ما تكتريش رز، ما تكتريش ميه علشان ما يعجنش منك. هنا الرز بتاعنا اتشرب وبقى تمام. هوطي بقى عليه واسيبه يستوي. هنا بقى في بولة او في طاجن او في اي حاجة هنعمل الدقة بتاعتنا. كوباية كبيرة من المية، عليها نص فنجان من الخل بما يعادل 3 ليمونات. نص فنجان من الخل بما يعادل 3 ليمونات سوري. 3 ليمونات، نص فنجان ليمون يعني، ونص فنجان خل كمان. تمام. وهنحط عليه بقى التوابل بتاعتنا، كمون وكزبرة ناشفة وشوية ملح. تمام. وكمان هحط معلقة توم مفرومة كبيرة طبعا، ده اساس الدقة.
تمام. بس انا بحب اقلب التوابل كده مع المية والخل والليمون، وبعد كده في الاخر بحط الثوم بتاعي علشان يديلي كده ريحة ونكهة حلوة جدا للدقة بتاعتنا. تمام كده. الكشري والله سهل، مش هياخد منك وقت خالص. انت بس لو رتبتي امورك كده وعملتيه بالخطوات اللي انا بقولك عليها هيبقى معاكي سهل جدا وبسيط. هنا بقى هنعمل طبعا الشطة. في طاسة كده على النار معلقة زيت، قبل ما تسخن قوي هنحط الشطة. بصوا احنا يدوبك مجرد ما حطيناها مفيش ثواني وبكبكت كده وخلت البيت كله يكح. تمام. هنحط بقى الشطة بتاعتنا كده ونقلبها تقلبتين. بعد كده هجيب نص فنجان من الدقة اللي احنا كنا عاملينها ونص فنجان من الصلصة، بس كده. وهنظبط بقى الدنيا. بصوا هي طبعا مش هنحط ملح ومش هنحط حاجة لان الدقة متبلة والصلصة كمان بتاعتنا متبلة. تمام. بصوا بقى الجمال، يا لهوي على الشطة، كانت خطيرة بصراحة. تمام كده بقى. هنا تمام يعني بقت زي الفل كده جاهزة. هفضيها بقى في بولة، وبعد كده هنكون خلصنا الكشري بتاعنا. بصوا المكرونة جميلة ومفلفلة والرز مفلفل تحفة. بصوا الجمال خطير. وهنا طبعا الصلصة بتاعتنا جاهزة والدقة والشطة وكل حاجة جاهزة. طبعا هنا انا نسيت اطلع البصل. تمام. بس هطلعه في الاخر يعني متقلقوش. هنغرف بقى الطبق بتاعنا. هنحط كده كمية من الرز من تحت وعليها كمية من المكرونة، وبعد كده هنبدأ بقى نحط الزوايد بتاعتنا. طبعا عايزة تعملي حمص اعملي، بس انا للأسف ما لقيتش عندي حمص فما وقفتش الأكلة يعني عشان الحمص. ولو انت عايزة تخلي نص كمية العدس برا تسلقيها لوحدها وتحطيها برضو على الوش للي عاوز يزود عدس برضو ممكن نعمل كده، مفيش مشكلة خالص. هنا بقى حطينا كده المكرونة، بعد كده احط على الوش صلصة وعلى الجناب كده البصل بتاعنا، وكان احلى طبق كشري ممكن تعملوه. يكفي بس ان هو نضيف، انتي اللي عاملاه في بيتك. حاجة كده سهلة ولذيذة وبسيطة، واولادك هيحبوه جدا والله العظيم. حاجة كده ضامنة من نظافته احسن من بتاع بره مليون مرة. بصوا كده الجمال. حطينا كده كمية الصلصة بتاعتنا. بعد كده بقى هجيب بقى البصل وهحط على الجناب كده داير ما يدور في الطبق، وشوية في النص، وبس كده. شوية كشري وصاية، حاجة كده تحفة. بصوا الجمال. يا ريتكم كنتوا معايا وكلتوا منه، والله كانوا حبة كشري جامدين جدا. بصوا الجمال، مفيش انضف من كده ولا احلى من كده. وللمكو الكشري ما خدش معانا وقت خالص. انتوا بس امشوا بالخطوات دي واعملوا البصلة في الاول وبالزيت بتاع البصلة، اعملوا الكشري كله، هيبقى معاكوا سهل جدا ولذيذ ومش يعني مش هياخد منكوا وقت تماما. كله 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 هيخلص مع بعضه. تمام. ما تنسوش بقى سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو لو عجبكم الفيديو بتاع النهاردة.